مش عارفة ازاي تكسبي مديرك في صفك يا خيبتك. بس خدي بالك في فرق كبير انك تكسبي مديرك في صفك او تطبلي له، عشان ساعتها الموظفين مش هيقولوا عليكي غير يا خيبتك. وزي ما المدير عليه مسؤوليات كبيرة قوي تجاه الموظفين اللي معاه، فبرضه الموظفين عليهم مسؤوليات تجاه مديرهم. وانا بقى جاية اعرفك على هداوة ازاي تبني علاقة قوية بينك وبين مديرك ومن غير ما يتقال عليك عصفور ولا تبقي يا خيبتك. أهم حاجة يا ست الكل تبقي مصدر ثقة لمديرك، ولازم تعرفي إن لو معتمد عليكي يبقى أنت كده من الموظفين المهمين اللي عندك، لأن الثقة اللي بينك وبينه بتتبني أول ما تبتدي تحلي مشاكل الشغل من غير ما توجعي راسه بأي شكوى، وإنك دايما بتعرفي تتصرفي ودايما عندك الحل. وعشان كده لازم تبقي عارفة ومتأكدة مديرك بيحب إيه وبيكره إيه في الشغل قبل ما تتصرفي من دماغك. ويوم ما يديكي تاسك لازم تعمليه بالملي زي ما قال الكتاب، وكمان قبل المدة اللي هو محددها لك. ولو عملتي غلط في الشغل ومديرك حذرك منه اوعي تكرريه، لان ساعتها بينه وبين نفسه هيقول وقوعها في الغلط وارد، لكن وقوعها تاني في نفس الغلط ونفس التكرار يبقى انت شخصيه مهمله ومش بتركزي في اللي مديرك بيقوله لك. وساعتها بقى يا حلوه هتحطي نفسك في البلاك زون اللي هي اخرتها حاجه من التلاته مالهمش رابع، يا استقاله يا رفض يا ينقلك من البوزيشن بتاعك خالص لبوزيشن اقل. وانا من اولها اهو يا حبيبتي بحذرك واقول لك ركزي في شغلك وكل كلمه مديرك بيقولها بدل ما ترجعي البيت بشهاده رفضك، وساعتها اهلك هيقولوا لك يا خيبتك. وعلى راي المثل والبلدي كده يا حبيبتي اربط الحمار مطرح ما يعوز صح، وده مثل بيتقال لما يبقى اللي قدامك هو بس الوحيد اللي صاحب القرار وهو بس الوحيد اللي مسؤول عنه. يعني على بلاطه كده لو مديرك بيهتم ويدقق في تفاصيل الشغل لازم انت كمان تهتمي بكل كبيره وصغيره في الشغل. وانا بقول لك الكلام ده عشان اقرب طريقه لراحه دماغك هي راحه دماغ مديرك. ولو انت بقى من الشخصيات العناديه اللي عايزه تثبتي نفسك ومش عايزه تربطي الحمار مطرح ما يعوز صاحبه، روحي عند مديرك وقولي له بس انا شايفه ان القرار ده فيه مشكله، او انا شايفه ان القرار ده فيه غلطه وكان يتعمل بالطريقه الفلانيه احسن 100 مره من القرار اللي سيادتك واخده. ولو انت بقى من البنات الشاطره الدقرمه في الشغل وعايزه تحسسي مديرك ان انت بتفكري كويس قوي وتخططي عشان مستقبل الشركه، وافقي الاول على قرارات المدير ونفذيها بالحرف، وبعد ما تنفذيها قولي له بس انا حضرتك كان ليا راي بسيط متواضع ممكن سيادتك تسمعه مني. وساعتها بقى المدير هيحترمك جدا، اولا لانك خلصتي الشغل، ثانيا لانك بتفكري وقلبك على الشركه وان انت كده بتقدري مديرك وبتحترميه. وفي الاخر التقدير عمره ما خسرنا كتير، واللي مديره بيقدره احسن من اللي مديره بيقدره اصحى للكلام. ولو عايزه بقى يا حبيبتي تجادلي المدير اهدي ومخمخي واختاري الوقت المناسب، ما تعمليليش فيه احمد عرابي. ولو في اجتماع خليكي بروفيشنال، ولو عندك افكار تفيد الشغل والشركه قوليها بشكل مختصر ومفيد ومرتب وتبقي لابسه كويس. وخليكي دايما واثقه من نفسك، ولو حد قاعد جنبك وقال فكره هطله ولا منيله اوعي تقولي له ايه القرف ده. ولو حاسه انك مزنوقه قوي في الكلمتين ولازم تقولي له ايه القرف ده استني واحده واحده وقوليها بشكل ديسنت ومرتب ولطيف عشان يبان انك بنت مؤدبه ذوق وهمك مصلحه الشغل. واوعي تحسسيهم ان انت الوحيده اللي في الكون اللي بتفهمي في الشركه، لان دي اول حاجه هتضايق مديرك منك. سيبي دايما مديرك هو اللي يشوفك شاطره وهو اللي يقول عليكي ممتازه. وممكن تحسسيهم بالطريقه ان فكرتك هي الفكره الوحيده اللي تنفع، بس خليها زي ما اتفقنا بطريقه محترمه ومؤدبه في الكلام. واوعي تاخدي دور مش دورك، انت في الاول وفي الاخر بتقولي رايك والقرار ليهم هم في الشركه. وريحي دماغك يا حبيبتي واهدي كده عشان محدش يحرجك وخيبتك تبان قدام الناس. واللي هقوله ده تعالي على نفسك فيه شويه، استشيري زمايلك في الشغل حتى لو انت شايفه رايهم مش مهم، اسمعي منهم وافهمي، خدي خبرات الناس اللي اقدم منك، لان مديرك دايما هيحب يشوفك في التيم وورك. وارجوكي ارجوكي حبي زمايلك في الشغل وما تعمليش مشاكل ولا عداوات مع حد. وانت بقى قولي لي في الكومنتات بتتعاملي مع مديرك ازاي. وتابعيني انا بسنت النبراوي في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك يا خيبتك.